ليلة صافية رائعة، جو كورة اليوم، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان لاعبين راح أسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. أوه يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة. منتظر كرة قدم ممتعة اليوم، ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. يا إلهي، مباراة أخرى داخلها. هل يسجل؟ معروف عن إيطاليا أنها بلد المدافعين، طبيعي أن يكون هناك مواهب دفاعية تأتي باستمرار، وهذا الأمر ينطبق على أليساندرو باستوني. المدافع الإيطالي يأتي من مدرسة كبيرة وعريقة في الدفاع، يمتاز بالأناقة في داخل الملعب، وهو مدافع متكامل يعرف كيف يسيطر وكيف يظهر شخصيته داخل الملعب، يجمع بين هذه القوة الكلاسيكية في المدافع وبين العصرية في التمرير والتعامل مع الكرة، وهو ما يجعل اسم لامع جدا الآن في سماء أبرز المواهب الدفاعية. هذه فرصة، قام بتحرك رائع للكرة لكن الخسارة لم يستفيد منها. كل شيء كان رائع مثالي في هذه الكرة باستثناء اللمسة النهائية، ربما لو سجل لأصابهم بالحسرة اليوم. كرة تلعب على اليمين، يمر يلعب كرة بينية. كيليان مبابي، فرصة للتسديد، تصدي جميل مميز من حارس المرمى، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة، تدخل بدني من أجل استعادة الكرة من جديد. هيونغ مين سون، قراءة ممتازة للكرة، توقع ممتاز هنا. هجمة مرتدة الآن، ولا الكرة تتحول للجانب الأيمن. مبابي كان في المكان المثالي لكن لم ينجح في التسجيل، تمكن من المرور. يجب أن نشيد هنا بالدفاع لمنع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. كان أمر حتمي وطبيعي أن يفقد الكرة، لن يقدر على تجاوز الجميع بمفرده، ربما عليه أن يلعب بشكل جماعي أكبر. هيونغ مين سون، أليساندرو كوستا كورتا، ليونيل ميسي، مبابي. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. هيونغ مين سون بعيدة تماما عن المرمى، سرعة كبيرة وتهديد خطير من خلال الهجمة المرتدة. يتغير الاتجاه نحو اليسار، هل تمر الكرة؟ مرت الكرة بشكل جميل في المكان الصحيح، عنده خاصية قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. باريوس، لعبة رائعة الآن، لمسة في المساحة الخالية، لم تكتمل فرصة. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. أوه، تصدي غير عادي من حارس المرمى. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس. وصلنا الآن إلى منتصف المباراة. شوط أول يثبت أن هذه المباراة ليست سهلة. نعم، شوط أول سلبي بمفهوم الأهداف، لكن الحسابات الكثيرة ربما تطغى على الأمور هنا. ممكن مع الشوط الثاني يتغير الوضع. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. مباراة مغلقة من الطرفين، كثير من التحفظ، الكثير من التراجع. نتمنى أن نرى المزيد من الفرص في الشوط الثاني.
هذه فرصة جول. تحرك رائع من الحارس، ينجح في الوصول للكرة. بايرن ميونخ والركنية الثانية في المباراة. النصر ومحاولة مع المرتدة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. ليونيل ميسي، أليساندرو كوستا كورتا يتدخل ويوقف الخطورة. دخلنا الشوط الثاني وما زال التعادل السلبي قائما. كرة من جهة اليمين، ليونيل ميسي. الدفاع منتبه هنا. تمريرة بينية، مرت الكرة، يا لها من مراوغة. النصر أفلت من المرتدة، والآن فرصة للتحول للهجوم. تمريرة بدون تركيز، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تمريرة جميلة، كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة، ولكن التنفيذ لم يكن جيد. ثقة كبيرة أظهرها الدفاع هنا في هذا التحدي. انطلاقة مميزة انتهت بتدخل سليم وحاسم. مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى. بايرن ميونخ يكرر نفس الأخطاء، نفس النمط، نفس الهجوم، لا جديد. لن يكون هناك أي خطورة بهذا الشكل. والبينية تبحث عن المنطلق. نيمار وجد طريق. نيمار حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. ركنية رقم 2 بالنسبة لهم. ضربة الزاوية. النصر يحصل على ركنية ثالثة. فان دير فارت يشتت الكرة. محاولة تسديد، كرة ترتد من القائم. هدف عكسي لم يكن منتظر بالمرة. يمكن القول أنها مصادفة، لكن بالتأكيد جعلت الأمور مثيرة جدا. بينية جميلة، كرة ما فيها تسلل. يا إلهي، تدخل جميل في اللقطة الأخيرة. الركنية الثالثة لهم في اللقاء. لا يفقدون الأمل في الدقائق الأخيرة، ما زال يحاول فريق الإفلات من الخسارة وتحقيق التعادل. رد فعل سريع هنا، يقطع الكرة، أرسلها أمامية، يستقبل كرة في وضعية ممتازة. كرة للمنطقة الأمامية. النصر تأتيه الإمكانية الآن لتعزيز تقدم وقت المباراة في الدقائق الأخيرة المتبقية. حاول أنه يجرب حظه. بينية رائعة، ميسي، لا يوجد مرور من هنا. كوكسو يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعب كرة للجانب الأيمن، وتنطلق الصافرة، وهكذا تنتهي المباراة. النصر عبر هذا الاختبار بهدف دون رد بفضل خط الدفاع القوي، الصلابة الدفاعية القوية اليوم. باريوس كما كان متوقع أن يفوز بجائزة رجل المباراة بعد أداء كبير هذا اليوم. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي؟ مثل هذه اللقاءات بالتأكيد لا نحب نهايتها. كانت رائعة بكل